ازيكم يا شباب تالتة اعدادي عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد خالد. ان شاء الله باذن الله السنه دي هننزل منهج تالتة اعدادي كله على اليوتيوب على قناتي. هننزل التاريخ وهننزل الجغرافيا، واحنا النهارده هنبدا بالحصه الاولى بالتاريخ. انت كان عندك في سنه تانية اعدادي كان عندك في التاريخ خصوصا في الترم الثاني معركتين، معركه مرج ضابق ومعركه الريدانيه، وخدت عند معركه الريدانيه اللي هي كانت في 1517 ان انتهت دوله المماليك وقامت دوله اسمها الدوله العثمانيه واصبحت مصر ولايه عثمانيه. ووقفت هنا. احنا السنه دي هنكمل من الحته دي، بس هنرجع شويه حاجه بسيطه. هنرجع ليه؟ قال لك هنرجع لاواخر القرن ال15 واوائل القرن ال16. بيقول لك في اواخر القرن ال15 واوائل القرن ال16 حدث صراع حاد بين ثلاث قوى. كم قوه؟ ثلاث قوى. مين هم القوى دي؟ قال لك رقم واحد الدوله المملوكيه، رقم اتنين الدوله الصفويه، رقم ثلاثة الدوله العثمانيه. يبقى انا كده عرفت ان في اواخر القرن ال15 واوائل القرن ال16 حدث صراع حاد يعني شديد بين ثلاث قوى، الدوله المملوكيه والصفويه والدوله العثمانيه. طب يا مستر انت كده خدتني بسرعه، ما قلتليش الدوله المملوكيه كانت قامت فين، والدوله الصفويه كانت موجوده فين، والدوله العثمانيه موجوده فين. اقول لك بالراحه كده. نبدا برقم واحد الدوله المملوكيه. بيقول لك ان الدوله المملوكيه قامت في مصر والشام والحجاز. بس كده؟ قال لك لا، وجزء من ساحل افريقيا الشرقي المطل على البحر الاحمر. دي كانت الدوله المملوكيه. بيقول لك ان الدوله المملوكيه مرت بعده ازمات سياسيه وازمات اقتصاديه. فاكر في سنة تانية إعدادي في الترم الثاني لما خدت إن الدولة المملوكية تدهورت اقتصاديا أو تدهورت أحوال الدولة المملوكية اقتصاديا بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. يبقى إحنا كده فاكرين إن الدولة المملوكية مرت بأزمات اقتصادية بسبب اكتشاف إيه؟ ممتاز، طريق رأس الرجاء الصالح. ده رقم واحد. رقم اتنين بيقول لك ايه؟ تحطيم الاسطول المملوكي في معركة ديو البحرية. الدولة المملوكية كانت مشتركة في معركة اسمها معركة ديو البحرية، الاسطول بتاعها كله اتدمر. يبقى انا دلوقتي الاسطول ده كنت عامله بفلوس، ودلوقتي الاسطول ده اتدمر، يبقى انا هحتاج فلوس اعمل بيها اسطول تاني، يبقى انا دلوقتي هتعرض لازمة اقتصادية. يبقى رقم واحد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، رقم اتنين هتقول لي تحطيم الاسطول المملوكي في معركة اسمها ايه؟ معركة ديو البحرية. دي ازمات اقتصاديه. طب ايه هي الازمات السياسيه؟ قال لك ان الدوله المملوكيه تعرضت لازمات سياسيه بسبب رقم واحد افتقاد الامن، مفيش امن وامان، فممكن حد يجي يحتلني بسهوله عشان ما عنديش اصلا جيش يحميني. ده رقم واحد. رقم اتنين بسبب النزاع المستمر على السلطه. عندي سلاطين الدولة المملوكية كانوا بيتنازعوا على السلطة، لما سلطان مملوكي يحارب سلطان تاني مملوكي اللي يكسب فيهم يجي واحد تالت يحاربه، اللي يكسب يجي واحد رابع يحاربه، اللي يكسب يجي واحد خامس يحاربه. ده اسمه نزاع مستمر على السلطة. رقم ثلاثة والأخيرة الفتن والثورات الداخلية. خدت في سنة تانية إعدادي في الدولة العباسية أو الدولة الفاطمية أو الدولة الأيوبية أو الدولة المملوكية، عوامل سقوط وضعف أي دولة فيهم كانت إيه؟ كانت الفتن والثورات الداخلية. يبقى برضو الدولة المملوكية تعرضت لأزمات سياسية بسبب الفتن والثورات الداخلية. دي الدولة المملوكية. عرفت إن هي قامت في مصر والشام والحجاز وجزء من ساحل أفريقيا المطل على البحر الأحمر، طبعا ساحل افريقيا الشرقي. عرفت ان هي تعرضت لازمات سياسيه وازمات اقتصاديه، ازمات اقتصاديه بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، ازمات وتحطيم الاسطول المملوكي في معركه اسمها ديو البحريه، ازمات سياسيه بسبب افتقاد الامن، الفتن والثورات الداخليه والنزاع المستمر على السلطه. ننتقل بعد كده الى الدوله الصفويه. في الدوله الصفويه انا عايزك تعرف لي ثلاث حاجات. ايه هم الثلاث حاجات؟ الدولة الصفوية رقم واحد ايه هي عاصمتها؟ قال لك عاصمتها اسمها تبريز. عاصمتها اسمها ايه؟ تبريز. بس الدولة الصفوية زمان كان اسمها بلاد الفرس، يبقى قديما كان اسمها ايه؟
بلاد الفرس. طب دلوقتي اسمها ايران. يبقى في الدوله الصفويه عايزك تعرف 3 حاجات: العاصمه تبريز، زمان كان اسمها ايه؟ بلاد الفرس، ودلوقتي ايران. احنا كده خلصنا الدوله الصفويه. ندخل على اخر دوله عندنا وهي الدوله العثمانيه. بيقول لك ان الدوله العثمانيه كانت بقياده السلطان سليم الاول. سليم الأول حب يوسع ممتلكات الدولة العثمانية، فبيبص ناحية الغرب لقى دول أوروبا. طيب دلوقتي سليم الأول عشان يروح يحتل دول أوروبا لازم أن يكون قوته العسكرية أو قوته العسكرية والسياسية أقوى من الدول الأوروبية، ولازم أن يكون أسلحته أحدث من الدول الأوروبية، والأسطول بتاعه أقوى من الدول الأوروبية. بس السلطان سليم الأول لقى العكس، لقى أن دول أوروبا بيتفوقوا عليه حضاريا وعسكريا. يبقى دلوقتي يروح يتحارب مع دول اوروبا. تقولي لا ليه؟ عشان هو مش عايز يوقع نفسه في صدام مع حد اقوى منه عشان هيخسر، هو عايز يوسع دولته مش عايز يخسر. فبيبص ناحيه الشرق لقى الدوله الصفويه ولقى الدوله المملوكيه. قال لك طب ما تيجي نروح نتوسع في الشرق، وبعد كده لما دولتي تبقى كبيره وقويه نروح نتوسع في الغرب. فالسلطان سليم الاول اتجه نحو الشرق. اتجه نحو ايه؟ الشرق، اللي هم الدولة إيه؟ الدولة الصفوية والدولة المملوكية. وبالفعل دارت حروب ومعارك بين الدولة العثمانية وضد الدولة المملوكية والدولة الصفوية. طب الدولة العثمانية عملت إيه ضد الدولة المملوكية وعملت إيه ضد الدولة الصفوية؟ بيقول لك ان الدوله العثمانيه هزمت الدوله الصفويه ودخلت عاصمتهم تبريز في معركه اسمها معركه جالديران. يبقى تاني عرفت ان الدوله العثمانيه كسبت الدوله الصفويه ودخلت عاصمتهم تبريز في معركه اسمها ايه؟ جالديران. ده رقم 1. رقم 2، الدوله العثمانيه هزمت الدوله المملوكيه واستولت على الشام ومصر. وكده تكون فعلا الدولة العثمانية استولت على الشام ومصر واستولت على الدولة الصفوية. هناخد دلوقتي ليه السلطان سليم الأول اتجه بتوسعاته نحو الشرق وما اتجهش نحو الغرب. هناخد بعد كده مع بعض أسباب اتجاه السلطان سليم الأول شرقا. ليه السلطان سليم الاول راح شرقا ما راحش غربا؟ دلوقتي هظهر لك على الخريطه ان السلطان سليم الاول اتجه للدوله المملوكيه والدوله الصفويه، ودول كانوا في الشرق، لكن الغرب كانوا موجودين دول اوروبا، ودول كانوا اقوى منه سياسيا وحضاريا وعسكريا. بيقول لك ان السلطان سليم الاول اتجه نحو الشرق بسبب رقم 1. رقم 2 ايه هو رقم 1؟ قال لك ادراك السلطان سليم الاول خطورة الصدام مع دول أوروبا. طب ليه؟ قال لك بسبب تفوقهم عسكريا وحضاريا. السلطان سليم الاول شايف او مدرك او عارف ان انا دلوقتي ما ينفعش اصطدم مع دول اوروبا. ليه؟ بسبب تفوقهم حضاريا وعسكريا، عشان هم احسن مني وانا دلوقتي عايز اتوسع. هل هقع مع دوله اقوى مني؟ لا. ليه؟ عشان تهزمني او عشان هتهزمني وهتنهي الدوله بتاعتي، بس انا مش عايز دولتي تقع، انا عايز دولتي تتوسع. وركز في دي. رقم 2 قال لك ان السلطان سليم الاول عايز يتوسع نحو الشرق. طب ازاي؟ قال لك بالاستيلاء على مصر، ومصر كانت تمثل قلب العالم الاسلامي. قلب العالم الايه؟ الاسلامي. ودي كانت اسباب اتجاه الحمله العثمانيه او الدوله العثمانيه شرقا مش غربا. هناخد بعد كده ازاي السلطان سليم الاول استولى على الشام ومصر. هناخد بعد كده ازاي الدولة العثمانية استولت على الشام ومصر. بيقول لك ان السلطان سليم الاول خرج بحملة عسكرية ناحية الشام واستولى على إمارة اسمها إمارة ذي القادر المملوكية. إمارة ذي القادر المملوكية كانت واقعة بين الدولة المملوكية والدولة الصفوية. دلوقتي كان في واحد في مصر مملوكي اسمه السلطان الغوري، شايف ان السلطان سليم الاول راح يستولى على اماره مملوكيه اسمها اماره ذي القادر. هل هيسكت له؟ اكيد لا. خرج من مصر الى الشام ودارت بينهما معركه مرج ضابق. يبقى دلوقتي معركه مرج ضابق ايه هي الاطراف بتاعتها او بين مين ومين؟ هتقول لي ما بين العثمانيين ضد مين؟ ضد المماليك. العثمانيين بقيادة سليم الأول
والمماليك بقيادة السلطان الغوري. طب ايه هي النتائج يا مستر؟ ايه اللي حصل في المعركة؟ قال لك اللي حصل في المعركة هو انتصار العثمانيين بقيادة السلطان سليم الأول، وهزيمة مين؟ وهزيمة المماليك. طبيعي ان الطرف يكسب الطرف الثاني يخسر، ده رقم واحد. قال لك رقم اتنين استيلاء العثمانيين على الشام. استيلاء العثمانيين على ايه؟ على الشام. دلوقتي العثمانيين استولوا على الشام، فاضل لهم مين؟ ممتاز، فاضل لهم مصر. بس قبل ما اقول لك ايه هي المعركه اللي دارت بينهم في مصر، عايز اقول لك ان معركه مرشدابك كانت سنه 1516 تحديدا في شهر اغسطس. بعد معركة مرج ضابق السلطان سليم الأول خد جيوشه واتجه نحو مصر. خلاص طبيعي إنه خد الشام، بعد كده عايز يستولى على إيه؟ يستولى على مصر. وبالفعل التقى بجيوش المماليك للمرة الثانية، ودارت بينهما معركة الريدانية. يبقى السلطان سليم الأول تقابل مع المماليك في صحراء اسمها صحراء العباسية، ودارت بينهما معركة اسمها معركة ايه؟ ممتاز، الريدانية، ودي كانت سنة 1517 تحديدا في شهر يناير. يبقى دلوقتي الأطراف بتاعة معركة الريدانية العثمانيين ضد مين؟ ممتاز، ضد المماليك. قال لك ان العثمانيين بقيادة برضه السلطان سليم الاول، بس المماليك المرة دي بقيادة السلطان طومان باي. طومان ايه؟ طومان باي. يبقى دلوقتي ايه هي اوجه الشبه بين معركة مرج ضابق ومعركة الريدانية لحد دلوقتي؟ الاطراف دي بين العثمانيين والمماليك، ودي بين العثمانيين والمماليك. طب ايه هي النتائج؟ في معركة الريدانية انتصر برضه العثمانيين، وهزيمة مين؟ وهزيمة المماليك. معروفة، طرف يكسب والطرف الثاني يخسر، ده رقم واحد. رقم اتنين دخول العثمانيين القاهرة. العثمانيين دخلوا عاصمة الدولة المملوكية اللي هي ايه؟ القاهرة. عايز اقول لك قبل ما اكمل ان احنا خدنا الدولة الصفوية والدولة المملوكية والدولة العثمانية. عاصمة الدولة الصفوية تبريز. خدت السنة اللي فاتت في سنة تانية اعدادي الترم الثاني عاصمة الدولة المملوكية القاهرة، وعاصمة الدولة العثمانية كانت الأستانة، ودي هناخدها الحصة الجاية إن شاء الله. نسيت أقول لك إن الحصة دي هنقسمها لاتنين، هنقسمها إلى المعارك اللي حصلت ونتائج المعارك وأسباب الهزيمة. الحصة الجاية إن شاء الله هناخد حياة مصر أيام الحكم العثماني، يعني مصر كانت عاملة إزاي أيام الحكم العثماني إن شاء الله. الكلام ده هيكون الحصة الجاية. المهم نتائج معركة الريدانية. خدنا رقم واحد انتصار العثمانيين ودخول العثمانيين مدينة القاهرة. رقم ثلاثة انتهاء دولة المماليك. دولة المماليك انتهت تماما، بس عايز اقول لك ان كان لسه فيه مماليك، هنعرف المماليك دول راحوا فين ان شاء الله الحصة الجاية. واخر حاجة سيطرة او استيلاء العثمانيين على ايه؟ على مصر، وبالتالي العثمانيين استولوا على مصر واستولوا على الشام. يبقى في معركة مرج ضابق العثمانيين استولوا على الشام، في معركة الريدانية العثمانيين استولوا على مصر. دلوقتي لو قارنت معركة مرج ضابق بمعركة الريدانية، الأطراف هم واحدة، هنا العثمانيين ضد المماليك وهنا العثمانيين ضد المماليك، هنا السلطان سليم الأول ضد السلطان الغوري، هنا السلطان سليم الأول ضد السلطان طومان باي. النتائج برضه متقاربة، هنا انتصار العثمانيين، هنا انتصار العثمانيين، هنا هزيمة المماليك، هنا هزيمة المماليك، هنا استيلاء العثمانيين على الشام، هنا دخول العثمانيين القاهرة واستيلاءهم على مصر. يبقى المختلف بين الاثنين ان دول استولوا على مصر في معركة الريدانية، ودول استولوا على الشام في معركة اسمها معركة مرج ضابق 1516. آخر حاجة هناخدها النهاردة هي أسباب هزيمة المماليك ونتائج هزيمة المماليك أمام مين؟ أمام العثمانيين. هنبدأ بالأسباب. ليه المماليك خسروا أمام العثمانيين في معركة مرج ضابق وخسروا قدامهم في معركة الريدانية؟ قال لك بسبب حاجتين. رقم واحد تفوق العثمانيين عسكريا. العثمانيين متفوقين عسكريا على المماليك، عندهم جيش احسن من المماليك، عندهم اسطول احسن من المماليك، عندهم اسلحه احسن من المماليك، بيستخدموا الاسلحه القتاليه او اساليب القتال الحديثه، وبيستخدموا الاسلحه المتطوره. رقم اتنين عدم الاستقرار الداخلي لدوله المماليك. فاكر في اول الحصه لما قلت لك ان دوله المماليك بتمر بازمات سياسيه، اللي هو النزاع المستمر على السلطه وافتقاد او بسبب افتقاد الامن. دلوقتي انا ما عنديش امن وامان،
والحكام بتوعهم عمالين يتصارعوا على السلطه، هل هعرف اكسب في حرب؟ مستحيل. يبقى دلوقتي اسباب هزيمه المماليك امام العثمانيين عدم الاستقرار الداخلي لدوله المماليك، وتفوق العثمانيين واستخدامهم اساليب القتال الحديثه والاسلحه المتطوره. كده نكون خلصنا اسباب هزيمه المماليك. تعالى بقى ناخد اخر حاجه، نتائج هزيمه المماليك امام العثمانيين. ايه هي نتائج هزيمه المماليك امام العثمانيين؟ قال لك 3 حاجات. طب ايه هم يا مستر؟ قال لك رقم 1 تحول مصر من ولايه مستقله، مصر كانت ولايه مستقله بعد كده تحولت الى ايه؟ الى ولايه عثمانيه. ده رقم 1. رقم 2 قلت لك ان الدوله العثمانيه سيطرت على الشام وسيطرت على مصر. يبقى كده الدولة العثمانية سيطرت على العالم العربي من الاتجاهين الآسيوي والأفريقي. مش فاهم؟ الاتجاه الآسيوي اللي هو الشام، والاتجاه الأفريقي اللي هو مصر. يبقى دلوقتي الدولة العثمانية سيطرت على العالم العربي، العالم الايه؟ العربي. من كام اتجاه؟ تقول اتجاهين، الاتجاه الآسيوي والاتجاه الأفريقي. رقم 3 والأخيرة من نتائج هزيمة المماليك أمام العثمانيين قال لك إيه؟ انتقال خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية إلى الدولة العثمانية. يعني إيه الكلام دوت؟ دلوقتي مصر كانت ولاية مملوكية والشام كانت ولاية مملوكية. دلوقتي السلطان المملوكي اللي هو سلطان الدولة المملوكية، قلت لك إن الدولة بتقسم إلى ولايات بنعين على كل منها والي. دلوقتي السلطان لو عايز يشيل والي ويحط والي تاني، دي حاجة في السياسة ولا حاجة في الدين؟ تقول لي دي حاجة في السياسة. طيب دلوقتي مصر كانت ولاية مملوكية والشام كانت ولاية مملوكية، فاللي عايز يشيل حد ويحط حد هيبقى مين؟ هيبقى السلطان المملوكي. دلوقتي لما الدولة العثمانية خدت الشام ومصر، انتقلت الخلافة السياسية إلى الدولة العثمانية. طب قبل كده اللي كان بيحدد امور الدين كان مين؟ كان الوالي المملوكي او السلطان المملوكي. بعد ما مصر اصبحت ولايه عثمانيه والشام اصبحت ولايه عثمانيه، اللي بيحدد امور الدين هو السلطان العثماني سليم الاول. يبقى انتقلت خلافه العالم الاسلامي الدينيه والسياسيه الى السلطان سليم الاول. يبقى دلوقتي مين اللي موجود؟ مين السلطان في العالم الاسلامي كله؟ تقول لي سليم الاول. قال لك ان سليم الاول اعلن نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفين ولجميع رعاياه في العالم الاسلامي. الحرمين الشريفين دول انا اللي هحميهم، انا دلوقتي السلطان الوحيد، وانا دلوقتي اللي هحمي كل رعاياي في العالم الاسلامي. طب كده نكون خدنا نتائج هزيمه المماليك امام العثمانيين، اللي هي تحولت مصر من ولايه مستقله الى ولايه عثمانيه، وسيطرة العثمانيين على العالم العربي من الاتجاهين الآسيوي والأفريقي، وآخر حاجة انتقال خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية إلى الدولة العثمانية، فأعلن السلطان سليم الأول نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفين ولجميع رعاياه في العالم الإسلامي. احنا كده خلصنا درس النهارده او حصه النهارده. انا مرضتش اديلك الدرس كله عشان احنا لسه في الاول، انت جاي من اجازه، فمش عايز ان المدرس اكيد يعني يديك درس كامل. لا، انت عايز مثلا تاخد نص درس تذاكره وبعدين تاخد النص التاني وبعدين تحل عليه، وده اللي احنا هنعمله. النهارده خدنا نص الدرس، ان شاء الله باذن الله يومين 3 هسيبك تذاكر الحلقه دي وهنزل لك النص التاني، وان شاء الله بعدها بيومين 3 هنزل لك حل على الدرس كله، حل ومع شرح. يعني في كل سؤال هنشرح الجزئيه بتاعه السؤال ده بتتكلم عن ايه، عشان نبقى احنا لمينا كل درس. ان شاء الله باذن الله هننزل منهج التاريخ كله ومنهج الجغرافيا كله على اليوتيوب، وهيبقى بشكل مجاني. بس كده، لو عجبك الشرح وشايف انك استفدت، يا ريت تشير الفيديو لاصحابك، عشان بالطريقه دي الشرح هيوصل لصاحبك وصاحبك وصاحبك والناس او الطلبه كلها. اتمنى تكون استفدت. بس كده احنا كده خلصنا. ان شاء الله الحصه الجايه هتكون بعد 3 أو 4 ايام. اسيبك بس تذاكر الحلقه دي كويس، ومش عايز مخك يسيح. عايزك بس تركز ان الدوله المملوكيه كانت فين، الدوله العثمانيه كانت فين، والدوله الصفويه كانت فين. عايزك تعرف اسباب هزيمه المماليك، عايزك تعرف اصلا معركه مرج ضابق الاطراف يعني بين مين ومين والنتائج، ومعركه الريدانيه الاطراف والنتائج، واسباب هزيمه المماليك، واخر حاجه نتائج الهزيمه. ده بس اللي عايزك تعرفه من الحصه الاولى. ان شاء الله الحصه الجايه هناخد مصر ابان الحكم العثماني، او مصر خلال الحكم العثماني، الحياه ازاي كانت عامله في مصر ايام الحكم العثماني. هناخد الحياه السياسيه والحياه الاقتصاديه والحياه الاجتماعيه والحياه الثقافيه والفكريه.
بس الكلام ده الحصه الجايه. انا عايزك بس تذاكر الدرس ده او الحته دي كويس جدا. السنه دي الدنيا صعبه، انا عارف انك مضغوط وعارف انك عايز تخش ثانوي عام، فلازم تذاكر من البدايه عشان تخش ثانوي عام. على قد ما هتتعب على قد ما ربنا هيديك، وانا ان شاء الله باذن الله هيكون معاك. بس كده احنا كده خلصنا النهارده. كما كان معكم مستر محمد خالد مدرس ماده الدراسات الاجتماعيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.